صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1/4 عيد ميلادي، مواليد برج الحمل، القيادي الناري. كل سنة وأنا طيبة، كل سنة وأنا أفضل دايما بنفس أخلاقي وثابتة، يا جبل ما يهزك ريح. لأن أنا مبسوطة بحالي، أنا مبسوطة بحالي، وأشكر ربنا 1000 مليون شكر على إن أنا إيمي اللي اتوجعت واتأذيت واتظلمت واتذبحت، ما زلت على مبادئي، ما زلت رحيمة، ما زلت أنا اللي بسامح. الحمد لله بفضلك يا رب. عرفت أغلب شيطاني، أنا من الناس اللي بعرف أغلب شيطاني. برج الحمل برج صعب جدا جدا جدا، بس إن أنا أوصل شخصيتي إنها تغلب شيطانها وتقدر تحتوي اللي حواليها، وبفضل الله بفضل الله استمر لكل حاجة حلوة جوايا ربنا خلقها. دي قدرة محدش يقدر يعملها إلا القوي، لأن في ناس ما بيعرفوش يغلبوا شيطانهم، وفي ناس بيستسلموا للنفس الأمارة بالسوء، بيستسلموا. فإنك انت تجاهد في سبيل الله بنفسك وصفاتك، فده جهاد حلو لطيف وجميل وقوة. أنا في عيد ميلادي بشكر نفسي ومش عايزة أتغير، للي بيقولوا لي طيبتك خلت كتير يعني يأذوكي. يا بختي يا بختي عند الله باللي أذاني. أنا مش زعلانة، أنت بتقويني مش إن أبقى شرانية، إني أزود طيبتي أكتر، لأن عرفت إني باخد حسنات منك أكتر، ست أو راجل. أنا كمان عندي هواية نسيت أحكي، إن أنا مصممة هاند ميد. يعني إيه؟ يعني بعمل ديكورات، ودي هواية من الصغر. يعني مثلا أوضة النوم دي بتاعت ماما، دي كان لونها بيج، أنا اللي مبيضاها، أنا اللي مبيضاها، أنا اللي عاملة لها اللون البني والذهبي والأبيض. يعني غيرت ملامحها، لأن هي كانت لونها بيج، يعني مش هقول قديمة، بس من الزمن هلكت شوية، فجددتها. هو ده مصممين عند بيت، اللي يشوفوا الفسيخ يعملوه شربات. ببيض، بعمل اكسسواري بالكروشيه، بعمل ابوات بالكروشيه، بعمل شوية، كلها هواية. عشان كده الناس دي بتبقى راقية قوي، ناس مصممين الهاند ميد دول، واللي عندهم شعر يقولوا اشعار يعني، وبيعملوا حاجات فنية. يعني بالمناسبة ان انا بوريكم ده، انا عاملة حاجات احسن من كده كتير. ودي هواية بخرج فيها بقى الشر بتاعي هي دي، لان شغل متعب. فدوروا على حاجة تخرج طاقتكم الوحشة، ما تخرجوهاش في بعض عشان محدش يقتص منكم، محدش يقتص منكم. دي بمناسبة يعني ان انا بقول لكم ايه، ان انا مصممة هاند ميد هواية مش تسويق، ما بعملش حاجة لحد، وبعمل ابوات كروشيه وشنط كروشيه واكسسواري وشنط كروشيه، حاجة واو راقية جدا. حبوا بعض، الدنيا ما تستاهلش. حتى لو اذوكوا حد ما تدعوش عليهم، ادعوا على نفسكم بالحسنى، هتكسبوا اكتر. في عز زعلكم من الشخص اللي اذاكم، قولوا يا رب اجبر خاطرنا احنا وانصرنا عليهم. ودي كلمتين بمناسبة عيد ميلادي. بحبكم قوي، يا رب يكتر متابعيني عشان انا بعمل فيديوهات لله، واللايكات، الفيديوهات واقعة كلها. يا حبايبي انا بحبكم قوي، وشكرا، مش هطول عليكم.